السلام عليكم حبايبي، إن شاء الله تكونون بخير. اليوم وصفتنا هي كباب الشجر. هي وصفة اقتصادية ولذيذة كلش وما تفرق عن كباب اللحم بشي. هاي هسه مثل ما مبين عندنا المكونات، هي كيلو من الشجر وحبتين طماطة وحبتين بصل وحبة بوتيتة، نبرشهم كلهم برش خشن حتى يبين طعم الشجر والخضروات اللي عندنا. طبعا هذا البرش شيء اختياري بالنسبة لكم، تريدون تبرشونه بإيديكم، تريدون تبرشونه بمحضرات الطعام، هذا شيء اختياري بالنسبة لكم. هاي هسه بدنا نبرش بالمكونات مثل ما مبين عندكم. هاي هنا أنا هسه برشت كل الأشياء اللي عندنا وقليل من الكرفس مع البهارات. طبعا ما نكثر بهارات حتى يروح الطعم. هاي هنا أنا هسه نبدي نجانس المكونات. هاي هسه ضفنا الشجر، ضفنا الخضروات، بعدين نضيف الكرفس، بعدين طبعا البهارات هي كركم، كزبرة، بصل باودر، ثوم باودر، قليل من الماجي شوية تطي طعام، ونبدي نخلطها كلها حد ما تمتزج عندنا. بعدين نضيف عليها كوبين، هاي الكمية طبعا تاخذ كوبين من الطحين. هاي هسه ضفنا الطحين عليه تاخذ كوبين، ونعجنها عجنة زينة، وبعدين ندخلها للثلاجة حتى تتماسك. هاي هنا أنا هسه كمل عندنا راح ندخله للثلاجة، ياخذ لفد نص ساعة، من نص ساعة إلى ساعة، وابدوا اقلوا. هاي بدينا نقلي هسه باشون تشكل عين شكل الكباب العروق، ما يفرق شي، جربوا شوفوا. هسه نبدي نقلي كل. طبعا هذا التشكيل شي اختياري بالنسبة لكم، تريدوها هيجي تريدوها دائرية بكيفكم، هذا شي اختياري لكم، بس أنا دائما أسويها هيجي. هاي بعد هسه راح نبدي نقلي كل الكمية اللي عندنا، وإن شاء الله تنال إعجابكم الوصفة. طبعا هي وصفة سهلة وسريعة وكلش طيبة. هاي هسه هنا نبدي نقل شوية، ننتظر عليهم، يعني مو رأسا نقلبها وتنمرد عندنا الكباباية، شوية ننتظر عليها، يلا يا من تقسم نقلبها. هاي هنا أتمنى ما تنسوني من اللايك